مصر تأتي أولا ثم يأتي التاريخ. العظمة دي يا جدعان، العظمة في افتتاح المتحف المصري الجديد دي يا اخوانا، عشان في ضحك جاي في السكة. والأستاذ ياسين منصور كان موجود برضو في الصورة التذكارية، تقريبا كان بيخلص في الهرم، كان عايز عايز خوفه يبقى مهاجم النادي الأهلي تقريبا، يعني بالراحة علينا كابتن ياسين. والضحك اللي جايلك فيه بقى إن شوال الرز حاول يسرق الترند رقم 1 على مستوى الوطن العربي والعالم بالفلوس. جاي لك في الكلام وهفهمك، عايزك ترزع اللايك الجميل والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتابعني لو مش متابعني. طبعا افتتاح المتحف المصري الجديد قلب الدنيا وقلب العالم كله، العالم كله بيحكي وبيضحك عليه، والوطن العربي كله ترند في كل حتة، ترند رقم 1. فشوال الرز يسكت؟ لا طبعا، شوال الرز يتضايق. فيعمل ايه شوال الرز؟ يروح على منصة اكس ويدفع فلوس علشان يشتري الترند وعشان يخلي موسم الضحك هو اللي ترند. بس شوال الرز ما يعرفش، ما هو البصمجي ما يعرفش انك لما بتشتري ترند على منصة اكس بيتكتب جنب الترند بتاعك ترند ممول، ترند مدفوع الاجر. يعني في واحد رمى شوية ريالات عشان خاطر ياخد الترند، وما بيتكتبش رقم كام ولا بيتكتب كام واحد عامل الهاشتاج ده مثلا. يعني مثلا الترند رقم 1 هاشتاج 500,000 مثلا، لا ما المدفوع الاجر بقى، الترند المدفوع الاجر على منصة اكس ما بيتكتبش جنبه رقم، وبيتكتب جنبه ترند ممول. اتحرقت قوي كده عشان المتحف المصري بقى ترند رقم 1 وغطى على موسم الضحك. يا جدعان انا اول مره اشوف راجل بصورم غريبه الصراحه. فالمتحف المصري الجديد هو ترند رقم 1 فعليا في الوطن العربي، وغطى على اي حدث.